الكباب ده عمره يقارب ال40 سنة في الرياض. مطاعم كتير بتقدم الكباب في الرياض، بس ده من المطاعم المميزة عنه، ويعتبر من أكتر المطاعم الشعبية اللي باكل فيها. كباب عراقي بأيدي مصرية وموجود في الرياض. مطعم بيمثل الوحدة العربية، مطعم زمان الخليج، من المطاعم القديمة جدا في حي النهضة، واللي شغالين فيه مصريين كانوا في العراق وجم الرياض من 40 سنة. قصة المطعم هذه من 87 كنا في العراق ماشيين بالخلطة العراقية لغاية وقتنا هذا، شغالين بالخلطة العراقية مع نفس الكفيل. ومن القليل قوي ان الاقي مطعم مصري كل اللي بياكلوا فيه سعوديين، فحبيت اعرف هما بيجوا هنا ليه. من حرب الخليج بعد 1990 وانا هذا المطعم موجود. عبق الماضي موجود الى الان، الاصاله موجوده، نفس الموظفين، والله ليست مجامله. يعني المفروض ما تاخذون راينا. شوف الزحمه ما شاء الله تبارك الرحمن. انا صراحه من عرفت المطعم هذا ما تعديته، كل ويكند لازم اجي من بعيد يعني جايه. مطعم ما يحتاج، يعني اصحاب وصلنا معرفه يعني اجيال تجي هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. وندخل على الاكل، وسعر نفر المشاوي عندهم 20 ريال، وبينزل معاه خبز عراقي معمول عندهم فريش. واكيد شهادتي مجروحه في مطعم زي ده، بس المشاوي عندهم فعلا طعمها جميل جدا. وده غير ان الناس اللي هناك ذوق زياده عن اللزوم، وده من مطاعمي السريه اللي ما كنتش حابب ان انا اكشفها لحد، بس هم يستاهلوا كل خير. والمشاوي بينزل معاها طماطم مهروسه وخضار مشوي، تاكلوا مع الكباب طعمه تحفه. حتى الاوصال كانت دايبه وتتبيلتها جميله، بس انا بحب الكباب عندهم اكتر. والمخلل عندهم برضه مميز قوي. واوعى تفوت استكانه الشاي عندهم، شاي عراقي مختلف عن اي شاي هتدوقه، ويبقى من حظك لو لقيت حلويات التطلي موجوده. والله يا جماعه وبدون اي مجامله، من اكتر المطاعم اللي بحب اكل فيها ومن اكتر المطاعم اللي باجيها. كفايه بس تعامل الناس اللي هنا. كده الفيديو خلص، اشوفكم على خير، سلام.